مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5، أيضا مشاهدينا عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير. يسعد مساكن. برنامج صحتك بالدنيا، حلقة جديدة وضيف جديد. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحتى نبدأ حلقتنا. ضيفنا اليوم الدكتور أحمد بهرم محمد، اختصاصي في طب الأسنان وجراحتها. اسمحوا لنا رحب بضيفنا. يسعد مساك دكتور. يسعد مساك، مساء الخير، وبتشكر هالضيافة الحلوة وهاللفتة الحلوة من برنامجكم. شكرا لك. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا تشاركونا تأغنوا حلقتنا، فيكن تشيلوا السماعة عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101، أيضا عبر الرسالة عبر الواتساب 093 82 80 81 4. مثل ما ذكرنا على صفحتي الإذاعة عبر كومنت فيكن تبعتوا أي سؤال يخطر على بالكم بما يخص مجال الأسنان. واليوم موضوعنا هو مهم كتير ودارج حاليا. رح نحكي عن موضوع حلو وجميل كتير بيخص، يعني بينطوي تحت عالم التجميل. هي رح تكون حلقتنا عن ابتسامة هوليود. طبعا ما رح انسى زملائي بالكنترول شيرين مسور وجودي جولي على البث المباشر، وايضا الكنترول. رح نبدأ حلقتنا مثل ما ذكرنا انه ابتسامة هوليود مؤخرا يعني صار توجه كتير نحو هالعمليات، او اذا صح التعبير. الدكتور احمد راح يشرح لنا كبدايه كمقدمه للقائنا وموضوعنا، يا ترى شو هي ابتسامه هوليود؟ أولا، هذا الموضوع ابتسامة هوليوود صايرة كل طبيب أسنان بيجيب اليوم 3-4 زيارات. دكتور بدي أعمل ابتسامة هوليوود، دكتور شو هي ابتسامة هوليوود؟ هي راح نعطيها شرح مبسط عن ابتسامة هوليوود. هي يا إما تلبيس أو عدسات قشور الفينير. بنحضر السن بطريقة معينة، يا إما بنقرر يا نلبس يا إما نحط عدسات لنحصل على ابتسامة هوليوود. تماما، بشكل مبسط هاي. هاي ابتسامة هوليوود، هي بشكل اكيد مبسط هيك. اكيد راح نفوت بتفاصيل اوسع يعني لنتعرف على هالموضوع هذا. لكن دكتور، يعني كسؤال، إيه. المستمع هلا عم يسال حاله طيب ترى ليش اللي يلجا الشخص او الطبيب، اذا تمام. اذا صح التعبير، لا ابتسامه هوليود؟ هلا هي غاية تجميلية. مهم. هي أولا بدنا نعرف المريض بالضبط إيش بده. مهم. تجميلي، إذا بده يغير شكل السن ولا بده يغير لون السن، يغير شكل الابتسامة، يغير ارتصاف الأسنان. مثلا إذا عنده أسنان مايلة، عنده أسنان فيها فراغات. يعني ابتسامة هوليوود بتحدد كتير شغلات، بتخلي كتير شغلات تصير أحلى، من اللون للشكل للارتصاف الأسنان لشكل الابتسامة للدعم الشفة لحتى يرفع الخد. في أسنان بيرفع الخد حتى. فبدنا نعرف أولا المريض هو إيش بده. ابتسامة هوليوود هي بتعمل تغير لون الأسنان الأفضل، وبتغير شكل الأسنان الأفضل، وبتغير ارتصاف الأسنان الأفضل، بتدعم الشفة أكتر وبترفع الخد. كل هالوظائف كل هاي هذا الوظائف. ايجابيات اكيد. إيه هاي هاي. اكيد رح نحكي عن ايجابيات وسلبيات. لكن دكتور، قبل ما يعني يتداركنا الحديث ونفوت بعمق أيوة. الحديث، يا ترى مسمى الهوليود ليش هيك سموها هاي هلا هي نسبة لابتسامة المشاهير ممثلين هوليوود كلهم اها، هيك عملوها، فصارت اسمها ابتسامة هوليوود نسبة لهم. هي تماما. نفسها ابتسامة المشاهير أو اها، هوليوود أو نحن علميا فينا نقول هي عبارة عن تلبيسات أو عدسات لاصقة. تماما. هي علميا عدسة عدسة أو تلبيس، وإلا عاميا بسميها ابتسامة تماما. مشاهير أو هوليوود. تماما. هلا اكيد رح نسال سؤال ثاني، انه يا ترى مين فينه يعمل او لكن يعني مشان نفوت بحديثنا تمام. وبسلاسه. دكتور، الشخص حابب يعمل هالإجراء هذا، إذا صح التعبير عملية أو إجراء مثلا طبي، شو هي الشروط اللي من المفروض أنه تتوفر، أو شروط العملية سواء كانت تتوفر بالمريض أو شروط الواجب أنه يعملها الطبيب؟ مثل ما قلت قبل، هلا بدنا نعرف السبب اللي هو يعمل ابتسامة هوليوود. في سبب مقنع، في ولا هو نفسي تجميلي ولا إجباري. فالشرط الطبي اللي لازم يكون متوفر هو الصحة الفموية، العناية بالصحة الفموية العالية مو العادية. حتى لازم يكون هو مهتم بالصحة الفموية من اللثة للأسنان للسان. لازم يكون مهتم لحتى الحالة تنجح ونقدر نكمل ويستمر هذا الشيء. الشروط بالضبط ما في، يعني مثلا إذا بدنا نقول ندخل بأمراض طبية تانية ما في أي شرط هيك. هي عبارة يكون مهتم بالصحة الفموية، ولازم نعرف السبب لنعرف إذا هو عن جد بيحتاج ولا هو خلاص فايت بجو أو شايف شي صورة ومتأثر فيها.
تماما. فشرط محدد ما في، شرط محدد طبي تداخل دوائي هالشغلات ما في. صحة فموية جيدة وممتازة، ونعرف السبب لنعطيه نقول له تمام بدنا نعمل أو ما في داعي لتعملها. يعني اللي فهمته من حديثكم دكتور انه في بعض المرضى انه بتنصحون او بتقنعون انه ما في داعي تعمل ايه هلا هالاجراء هي هذا. هي بس يجي لعنا مريض بنشوف ابتسامته حلوة، اها. مو ناقصة شيء من اللون للارتصاف للشكل لكل شيء، وبيليق وللوظيفة ببروفايل، كمان. بيليق ببروفايل وجهه. حلو. علما لو نحن نشتغلها راح يكون لنا مردود مادي عالي، نعم. وراح انه يعني نشتغل اكثر وننشهر اكثر، ولكن نحن بالمجال الطبي دائما نشتغل نحن بضمير قبل ما نشتغل بشغله ماديه. نحن بننصحه ومرات بنرفض الحاله او نجبره انه ما يعملها مهم. بدل ما نعملها نحن تماما. يعني. اكيد لما تكون ما في دواعي للعمل هذا الاجراء هذا. ايه تمام. دكتور لو تحكوا لنا لمستمعينا للي هلا عم يسمعونا، يا ترى شو هي ابتسامة هوليود، كيف بتنعمل؟ دائما هالة الخوف عند مرضى الاسنان، تمام. يعني دائما بينفروا من طبيب الاسنان ومراجعات كثيره وهالعمليه كيف بدها تكون، الخوف من ابره البنج وتفاصيل، لكن انه هالعمليه هاي كيف بتنعمل؟ يا ترى شو هي مراحلها وشو خطوات التحضير؟ تمام، اول شيء اول مرحله هي التشخيص. بس يجي لعنا المريض وخلاص نتاكد انه هو يحتاج لابتسامه هوليوود او لازم نعمل له ابتسامه هوليوود. بنتفق على شغلتين، اول شيء ايش نوع الابتسامه او ايش نوع التلبيسه اللي راح نحط له اياها، نعم. يا اما فينير عدسه او اما تلبيسه زيركون. ايوه. في حال قررنا عدسه الفينير، عدسه الفينير ما في داعي لهالجلسات الطويله، هي بجلسه او جلستين بنخلص التحضير. شو هي عدسة الفينير؟ لا يعني لو نبسطها للمستمعين ليستفيد. هي قشرة بتجي بعد ايوه. ما نحن نحضر السن. تمام، نحن بنحضر السن، ناخذ من السن يعني ناخذ منه 0.2 ملي، بناخذ الطبعة، بناخذ القياس. نحن بنعمل شغلة بتجي مثل عدسة العدسة، بياخذ مكان هذا اللي نحن محضره تماما. بالشكل واللون اللي نحن مختارينه. مهم. يعني هي عبارة عن عدسة من نوع نحن نسميها الفينير. هي عدسة يعني بتاخذ مكان السن اللي نحن أكلنا منه. تماما. الجلسات بالفينير هي جلسات اقل طبعا، لانه ما فيها هالتخدير كبير وما فيها سحب عصب، حتى احتمال ما نحتاج تخدير حتى. مهم. بالجلسه جلستين كتر 3 جلسات بنخلص التحضير. طبعا هون لازم الدقه بالتحضير كتير مهمه بالفينير، ايوه. الفينير كتير حساس. فبناخذ القياس وبنبعته على المخبر، بيرجع لنا اياه تركيب نص ساعه ما يطول. مهم. في حال ما احتاج تعديل فورا نثبت وخالصين. اما الزيركون، الزيركون في له شويه خصوصيه بالحاله انه اذا في غلط بالارتصاف الاسنان بدنا نعدل ارتصاف الاسنان، احتمال نحتاج لسحب العصب. ايوه. سحب العصب هذا بيعمل لنا شويه خوف عند المريض طبعا، بيعمل لنا شويه خوف، بيعمل تخدير، بيطول الجلسه زياده، في لها اختلاطات كمان. وبنحضر السن كامل، مو بس من برا 0.2 ملي. ايوه. هاي الزيركون بتجي تلبيس كامل، بنحضر كامل السن مهم. من برا ومن جوا. بياخذ جلسات اطول. تمام. يعني وقت اذا اطول. بدنا نقرر الفينير بالظروف المثاليه طبعا، اذا قررنا الفينير 3 جلسات ل5 جلسات خالصين. اذا قررنا الزيركون طبعا بالظروف المثاليه مع اجراء سحب العصب بتطول شي 10 جلسات. تماما. هذا الحكي هذا لسن واحد ولا لا لصف لا، اسنان مثلا؟ صف اسنان كامل. كامل. نحن شلون بنحدد صف الاسنان الكامل؟ حسب ابتسامه المريض. نعم. يعني في مرضى ابتسامتهم مثلا 5 اسنان من جهه اليمين اها. و5 من جهه اليسار. مايلة شوي. هاي نظاميه، ال5 ب5 تمام. نظاميه. في مرضى بيوصل للسادس والسابع، وفي اه. مرضى للرابع كمان بيخلص هو ايوه. الا. اغلب الناس 5 ب5، 10 اسنان فوق 10 اسنان تحت بيخلصوا. مهم. في شذوذات 8 اسنان فوق او اكثر حسب، بس الحاله الطبيعيه 10 اسنان فوق 10 اسنان تحت. اها. هاي ال10 جلسات كامل، مو بس سن واحد، كامل الابتسامه. تماما. ايه دكتور يعني ال الشغل بينشغل تمام، على مجموعة معينة للأسنان حسب يعني الابتسامه. حسب ايه الابتسامة. في حروف محدده، في نحن بنقول للمريض ابتسم كانك تماما. تبتسم بشكل طبيعي، ونحن ندرس الحاله. نطق حروف معينة ايوه، أو بنشخص الحاله نشوف ابتسامته لوين عنده واصله، الفونيتيك يكون لاي مثلا سن واصل ابتسامته، للسادس للخامس للرابع مهم. حسب. وبعدها نحن بنقرر التكلفه وبنقرر الجلسات. حلو كتير. دكتور يعني موضوع ابتسامة هوليود لها أنواع أو لا؟ يعني دائما نحن بنسأل هذا سؤال دارج يعني إذا بدنا نسأله. لو تحكينا عن مثلا يعني
لا مثلا في احيانا في تلبيسات ثابته، في تمام. متحركه يعني، او هلا الهوليوود من نوع بدنا نسميها في زيركون والفينير حكينا عنه. مهم. نحن هلا بدنا نحكي عن الثابت والمتحرك. نعم. تمام. المتحرك هي عبارة جلسة واحدة، ايوه. جلسة من ناحية القياس، الجلسة الثانية بتكون جاهزة بنحط القالب. حلو. هذا الحلو بالموضوع. والحلو الثاني بالموضوع كمان انه رخيص كتير، يعني ما ايوه. بيكلف. اها. بس اللي مو حلو بالموضوع، خلينا نفترض انه الشاب او البنت لبسوها وطلعوا، حطوا الطقم وطلعوا، رجعوا على البيت شالوها. طيب يطلعوا بالمراية حالهم هاد مو انا، هدول صح. مو اسناني. نعم. ما راح يصير هالقناعة بالنفس والرضا بالنفس، ما راح اها. يصير. اها. فبيضل انت مخبي شيء تحت شيء، بدك تطلع ما انك مرتاح. ثانيا النطق بيأثر، انه انت لما بتحط مثلا التلبيسة الدائمة، لما نحطها مخارج الحروف تتغير. نعم. فانت 10 ايام، اسبوع، اسبوعين بتتعود عليها، بيرجع حروفك طبيعية. تماما. بينما القالب انت بتطلع بتحط بيتغير مخارج الحروف، بترجع كمان بيتغير كله. فالنطق ما راح يكون مزبوط. انت اها. بس تروح لمكان راح تتلبك وراح تحكي بشكل غلط، لانه لا لسانك ولا الشفه ولا الألجمة كله متعودين على هالقالب. اها. ثالث شغله، لنفترض انت طلعت لمكان ضيف، لبيت، لزياره، حفله، مناسبه، وحطوا لك اكل، ما فينك تاكل على القالب. تماما. يعني موضوع ابدا ماني محبذ للمتحركه، هي مجرد طقم او اي غطاء نحن بنحطه، تماما. بس ما احبه لا افضله. اها. ولا حتى من زملائي الاطباء حدا بيفضله، اها. واللي مجربه من المرضى والمراجعين ندم انه عملها. فانا اها. ما انصح بالمتحركه. لكن هي موجودة يعني فيها موجوده هي احد الخيارات، ايوه، ومثل ما قلت مؤقتة ربما يعني. ايجابياتها رخيص اها. الثمن وما بتاخذ سريعة ما بتاخذ وقت الوقت. ابدا. بس سلبياتها مثل ما قلت في كتير شغلات. تمام. باعتبارنا وقفنا عن موضوع السلبيات، لنحكي عن سلبيات وإيجابيات موضوعنا لليوم اللي تمام. هو ابتسامة هوليود. هلا السلبيات فيها شوية تعب، فيها شوية عذاب، زيارات للطبيب بالنسبة واحتمال. للمريض يعني. بالنسبة للمريض حتى الطبيب الطبيب بيتعب أكيد. هو بيتعب بس بيعمل شغله يعني تمام. بالنهاية. احتمال ما يجي بالشكل المطلوب، انه مهم. المريض حاطط بباله يعمل مثل فلان ممثل، مثل فلان شخص، هو الواقع ما انه هيك. خاصة انه صاير في كتير لعب بالصور، انه تماما. الصورة شكل والواقع بيكون شكل، نفس الشخص على الواقع شكل وعلى الصورة شكل. هاي موضوع دعائي واعلاني. آه، سلبياتها انه شو كمان بدي ممكن احكي. يعني الأكل يعني مثلا هلا الفواكه الفينير، القاسية. خاصة اها. طالما هي بتجي عدسة، مهم. مثل عدسة، فهي معرضة للسقوط بأي لحظة. اها. يعني تخيل انه انت هلا مثلا بمقابلة او بمكان عام، ووقعت احد العدسات نعم. من صفة الاسنان. بحفل رسمي مثلا ايه كذا. يعني هذا الشيء كتير محرج، خاصة الفينير انه كتير حساس. اها. هلا الزيركون بيجي تلبيس كامل بيمسك منيح، يعني بيجي متين متين. يعني. نعم. طبعا كل التلبيسات قابلة للسقوط، معرضة للسقوط. ولكن الفينير بنسبة عالية بتتعرض ضمن ظروف لهالموقف. معينة يعني أكيد. هي ظروف حسب التحضير وحسب الحواف الدقيقة مهم. وحسب المادة اللاصقة. مهم. ولكن هي معرضة للسقوط بأي لحظة، لهيك هذا الموضوع شوي مزعج. وإيجابياتها طيب. إيجابياتها بتصير واثق بنفسك لما تضحك. اها. طلع على المراية انت بتحب شكلك، يعني صح، لأنه بتكون هو انت جزء من جمال ايه الإنسان يعني. الأسنان ايه. مم. آه، يمكن اذا الغاية مثلا طبية، يكون في وجع بالاسنان، يكون في نخورات وفيها شغلات، انت عامل هيك بترتاح بدل ما تعمل تلبيسة عادية وهيك، لا انت جملت اسنانك وعالجته طبية كمان. تماما. فالايجابيات اقدر اقول لك انه بتعطيك ثقة جمالية عالية وراحة راحة نفسية للمريض يعني، نفسية لأنه تمام. ومين ما حقيقة. بيشوفك يعني فورا بيقول اسنانك، انه صح. هي بيلفت النظر اول شيء أكيد دائما أكيد. اسنانك. حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، أنتم عم تسمعوا إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. مشاهدينا برات البلد أيضا عم تشاهدونا عبر صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. مثل ما قلنا أنه فيكم تنضموا لنا تأغنوا حلقتنا أو لقائنا. موضوعنا اليوم هو ابتسامة هوليود. طبعا عم نحكي عنها ضيفنا الدكتور أحمد بهرم محمد، اختصاصي في طب الأسنان وجراحتها. الموضوع مثل ما ذكرنا. فيكم عبر أي كومنت تنضموا لنا تأغنوا حلقتنا، أكيد راح نجاوب على أسئلتكم. دكتور، لابتسامة هوليود عمر معين مثل ما ذكرت يعني انه ممكن موضوع تمام. التلف او تدوم لفترة معينة مثلا، تدوم دائمة مثلا. هلا هو عمر افتراضي، يعني هلا العمر اللي حط له هلا هو عمر افتراضي، لا يعني لا يعني الواقع.
الفينير عمره الافتراضي من 5 سنين ل7 سنين. أها. طبعا يمكن يدوم ل 10 و15 سنة، يمكن ب3 سنين يخرب اللون، ينكسر شخفة منه، ولكن عمر الافتراضي هي 5 ل7 سنين. إذا في اهتمام عالي، في اهتمام عالي بيدوم ل 10 و15 سنة. الزيركون بين 15 ل 20 سنة وأكثر كمان. طبعا هذا عمر افتراضي بغض النظر عن الظروف الخارجية، أكل ضربة، عملت حركة غلط، أكلت شيء قاسي، تماما. ضمن الظروف الافتراضية المثالية 5 ل7 سنين وأكثر. مهم. يعني فينا نعتبرها دائمة، يعني 15 20 سنة أو 10 سنين نحن بنعتبرها دائمة. تماما. دكتور، الأعمار اللي هلا مسموح فيها، يعني مثلا اجاك شاب عمره 15 17 أها. سنة وحابب يعمل الإجراء هذا، بتنصحه ولا بتشتغلوا له ولا لا، ولا ما في أعمار معينة؟ ربما يجيك أحيانا في موضوع التجميل عند كبار السن، يعني تمام. أنه عندهم القاعدة يعني إذا ما بعرف شو بسموها بمصطلحاتكم، أنه عنده القاعدة مثلا سنية تراجع لسه، يعني ما راح يستفيد منها. لو تحكونا عن هالمحور هذا. تمام، هلا نحن بيهمنا العمر السني والعمر العظمي. مهم. يعني مثلا يجي لعنا شاب عمره 15 او 14 سنة ولسه اكتمال جذور اسنانه او اكتمال بذور اسنانه ما اكتملت، فهاي الحالة مرفوضة. تماما. اذا السبب تراكب اسنان يراجع اخصائي تقويم. أها. يعني التقويم هون افضل من ابتسامة هوليوود لانه بضل يحافظ على الاسنان. 100%. اذا يكون مكتمل السن ومكتمل الجذور ومكتمل كامل العمر السني والعظمي، فنحن بنلجأ له. موضوع اللثة هاي كتير معقد وبدها شرح طويل، تمام. بس ما هالحاجز طالما نحن من احد شروط ابتسامة هوليوود هي الصحة الفموية، مهم. فطالما في صحة فموية معناتها وضع اللثة تمام. اذا وضع اللثة مو تمام، ما منيحة، فانت ما عندك صحة فموية، فهذا مضاد استباب قطعي لابتسامة هوليوود. فانا بدي اقول لك انه العمر العظمي وعمر السني هو اللي بيهمنا. فوق ال 18 تحت ال 18 ما في اي حالة انقبلت او بنقبلها، لانه لازم يكون كل اسنان طالعين مهم. واكتمال جذور واكتمال بزوغ الاسنان كامل. مهم. حلو كتير. دكتور، هلا موضوع التكلفة هذا كمان اهم موضوع هذا. موضوع مهم كتير بالنسبة دائما للمرضى. إيه. وقد يكون من مستمعينا ومشاهدينا اللي قاطنين برات البلد، يعني لو نحكي هيك بشكل يعني موسع، خذ راحتك دكتور، يعني انا تمام. حابب انه يعني المستفيد هي الشريحة اللي عم تمام. يسمعونا، يا ريت تحكوا لنا عنها. هلا موضوع التكلفة هو بيختلف من بلد لبلد. هو حسب، بالنهاية حسب دخل الفرد بهذاك البلد. نعم. يعني ما الموضوع التكلفة ما ابدا معتمد بس على جودة العمل. يعني في عالم بيقول ايش سعر باوروبا هيك وهون هيك، معناتها الجودة، لا، الجودة ما لها دخل. هو موضوع دخل الفرد ومتوسط معاشات المجتمع. فالارقام اللي راح اقولها طبعا هي تقريبية مهم. بين حدود وحدود، وبيختلف من طبيب لطبيب. السعر هو خاص بالطبيب، ما في اي رقابة، ما في اي حدا يقدر يلزمه بسعر. مهم. الطبيب هو مسؤول عن سعره، فهو اللي بيحدد. باوروبا فينا نقول من 9000 يورو ل 11000 يورو. مهم. بتركيا والاقليم كردستان من ال 2500 ل 4000 دولار. مهم. عندنا بالمنطقة هون من 1000 ل 2000 دولار بيكلف. مهم. كله نفس الشيء، كله نفس العمل. نحن نفس كل المواد اطباء، يعني. مهم. كل اطباء العالم بيتعلموا بنفس الطريقة. كل دكتور عنده طريقة خاصة فيه، مدرسة خاصة فيه، اسلوب خاص يتبع فيها. ولا الا اذا بدنا نحكي عن المواد وعن طريقة العمل، هاي كلها بكل العالم نفس الشيء. مهم. بالنهاية في مدارس وفي موضوع طبي لازم كل الأطباء يكونوا متوحدين عليه. مهم. يعني الموضوع أبدا ما هو متعلق بالجودة. مهم. كل طبيب بنفس المدينة بنفس الحارة، كل حدا بيشتغل شكل واثنيناتهم صح. اها. ما في شيء غلط، يعني كل تماما. حدا عنده أسلوب. موضوع تفارق الأسعار هو موضوع متعلق بالبلد، ما هو متعلق أبدا بشيء ثاني. مهم. تمام. حلو كتير. الدكتور أحمد، طبعا يعني الحديث معك لا يمل. وطبعا بنهاية حلقتنا دائما نحن زبدة الحلقة بنوجه يعني نصائح من الطبيب الضيف لمستمعينا ولا المرضى للأصحاء حتى. يعني رح نترك المايك لك وشوف شو تنصح بدي للمستمعين. أخبر السادة المشاهدين مم. إنه نحن عنا ما عنا ثقافة الاعتناء بالصحة الفموية. عندنا ثقافة اعتناء بنظافة الجسم، بس الصحة الفموية ما عنا إياها. لازم نحن نتعلم هالعادة. في جلسة كتير مهمة نحن نسميها التقليح والتجريف أو التنظيف، كل 6 شهور لازم تنعمل عند طبيب الأسنان. نعم. عنا الصغار حتى لو لسه ما طلعوا لهم أسنان، الأم
بتغسل اصبعتها وبتعقمها، حتى نسج الرخوة بتعمل لها مساج. وبعد ما يطلع اسنان الولد الصغير لازم الام والاب هن يعلموه شلون يفرش من هو وصغير. نعم. فنحن معنا موضوع الاعتناء، انا بتمنى من الصغار والكبار يبلشوا يهتموا بصحة اسنانهم، حتى لو مو بس تجميلي، هي شغلة طبية. الاسنان ومن عن طريق الفم بيصير امراض المعدة، امراض بالامعاء، حتى صح. امراض القلب كمان بتصير عن طريق الاسنان. فبدي اوجه للسادة المشاهدين انه خلي يهتموا بصحة اسنانهم. ألف شكر لكم دكتور أحمد بهرم العفو. محمد، اختصاصي في طب الأسنان وجراحتها، على اللقاء الحلو والجميل والمعلومات القيمة. تسلم يا رب. نعم. بتشكر زملائي بالكنترول شيرين وجودي، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.